عليكم. عايز اقول كلمتين في الفيديو ده مهمين جدا لكل شاب بيسمعني، والكلام اللي انا هقوله ده ممكن يغير حياتك لفتره طويله لقدام. انا من فتره عملت فيديو قلت فيه بلاش دايما تفضل تشتغل عامل، حاول تخلي البديل لنفسك. وطبعا في ناس كتيره تفهمت الكلام، بس في ناس كتيره قالت لي انت عرضت المشكله وما عرضتلناش الحل. طيب، دايما بشوف ناس بتقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. انا بقول لك لو تعبت دلوقتي انت مش هترتاح بعدين. يعني اي حد يقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين ما تصدقهوش. ان انا لو تعبت دلوقتي انا مش هعرف اوصل لبعدين، ما انا تعبان فهوصل لبعدين، عقبال ما اوصل لبعدين هكون انا خلصت فنشت، ما عنديش وقت تاني او ما عنديش القدره الجسديه تاني ان انا اوصل لبعدين. انا عايزك تتعب بس اتعب فكريا مش اتعب جسديا، او اللي انا اتعب جسمي وما تعبش دماغي، لا انا عايزك تتعب دماغك وتفكر شويه. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا دايما بالتجاره، والتجاره فيها مكسب كبير جدا. على سبيل المثال في ناس كتيره بشوفها بتشتغل بال 12 ساعه وبال 16 ساعه عشان خاطر تبدا تدخل او تحسن من الدخل بتاعهم شويه، وبالمناسبه الناس دي ناجحه ان هي تعرف تفتح بيوتها. بس الكلام اللي انا هقوله ممكن بره الصندوق شويه. انا لو اشتغلت 12 ساعه او 16 ساعه فانا ما عنديش الوقت الكافي تاني اللي انا اعرف افكر في اي حاجه. فانا دايما بشوف ان التجاره حل كبير جدا، يكسب من التجاره في حاجه ما خدتش منك نص ساعه وكسبت مكسب كويس جدا، ممكن يكون اكتر من المبلغ اللي انت بتشتغل بيه شهر كامل. بالمناسبه انا ماليش في السيارات خالص، ما اعرفش اسامي السيارات، والله الكلام اللي انا بقوله لكم في الفيديو ده او في اي فيديو بعمله انا ما بكتبش فيديوهات. انا الكلام اللي انا حاسس بيه جوه قلبي ان الكلام ده هو الصح واللي انا بطبقه على نفسي ببدا اقوله على الصفحه بتاعتي. وانا دايما بركز في الشباب ان انا شاب، وبتمنى ان كل شاب بيسمعني يكون شاب ناجح في حياته، ان الحياه بقت صعبه جدا. اللي خلاني عملت الفيديو ده وبتكلم فيه الحاجات اللي انا ممكن عملتها وشفت ان هي ممكن تكون حل شويه. انا من فتره لقيت شخص عايز يبيع سياره، وانا ما اعرفش في السيارات، بس هو قال لي عايز ابيع السياره دي بالرقم كذا، وقال لي المبلغ اللي هو عايز يبيع السياره بيه. انا اخدت صوره السياره ورحت اسمه السوق المفتوح هنا في الكويت ورحت منزل عليه السياره شخص شافها وعجبته وقال لي انا لازماني السياره دي. تمام، جه شاف السياره واتفرج عليها وعجبته وعرف سعر السياره كام واتفق عليه. طبعا اشترى السياره والشخص التاني باع السياره، وانا كنت وسيط ما بين الاثنين، واخدت في الوقت ده 50 دينار. طبعا بالنسبه لي ال 50 دينار مبلغ كبير جدا، وانا اخدته تقريبا في نص ساعه. يعني واحد شاف السياره، انا كل اللي تعبته اللي انا نزلت صوره السياره. حاجه تانية، انا هنا في الكويت ممكن تلاقي واحد جاي بيشتري مني السياره يقول لي انت اللي بتعمل فيديوهات، اقول له ايوه انا اللي بعمل الفيديوهات. حاجه تانية، انا هنا في الكويت ممكن تلاقي حد جاي يشتري مني ثلاجه، ممكن حد قدامي هيبيع ثلاجه، باخد صوره الثلاجه بنزلها على النت، شخص بيشتريها بيجي يشيلها مثلا لو هي ب 20 دينار ببيعها ب 25 دينار. عن نفسي شايف نفسي انا ما خسرتش حاجه، شخص هيبيع ثلاجه وشخص اشترى ثلاجه، وانا كنت وسيط ما بين الاثنين واخدت في الثلاجه مثلا 5 دينار. وعد بقى الحاجات دي على حاجات كتيره زي كده، ممكن بوتاجاز، ممكن اي حاجه. والكلام اللي انا بقوله ده مش معنى كده ان انا بقول لك روح بيع ثلاجات وبيع بوتاجازات وبيع سيارات، لا، انا بقول لك على سبيل المثال ان انت تفكر بره الصندوق شويه وتتاجر في حاجه. اشوف الحاجات اللي ممكن تمشي مع المجتمع اللي انا بعيش فيه، وايه الحاجه اللي ممكن تكون الناس هتشتريها وانا هينفع ابيعها وابدا ابيعها وانا استفدت، ما خسرتش حاجه. حاجه تانية، بشوف شباب كتير مسافرين مثلا، على سبيل المثال ان هو مسافر عشان يجوز نفسه، ومثلا هيشطب شقته بعد سنه وبيشتغل اديله سنه بيحوش فلوس، ما بيعملش بالفلوس حاجه غير ان هو بيحوشها. بعد ما تعدي السنه الفلوس دي العمله بتقل وسعرها بيقل، انا كده خسرت من الفلوس، ما استفدتش. انا ممكن في خلال اللي انا محدد لنفسي بعد سنه هشطب الشقه بتاعتي، انا في خلال السنه دي اشغل الفلوس بتاعتي في اي حاجه تدخل لي دخل جنب شغلي. اجي ابدا شغل في شقتي على سبيل المثال، الاقي الفلوس بدل ما هي خسرت 50,000 لا ده زادت 50,000. الحاجات دي ممكن تنطبق، كل واحد ليه افكاره وكل واحد ليه حاجات مختلفه عن التاني، بس انا بقول لك على سبيل المثال. وانا الكلام ده بقوله لكل واحد بيسمعني ان انت ممكن تفكر بره الصندوق شويه، غير ان انت تتعب نفسك جسديا وبدنيا وتلاقي نفسك انت مش قادر تعمل حاجه تانية جنب شغلك. على سبيل المثال ممكن نكون احنا حاليا في فصل الشتاء، الجو في مطر، مش قادر اشتغل، اقعد يوم من الشغل الاقي نفسي مش بدخل حاجه، انا بصرف من اللي انا اشتغلت بيه امبارح. الجو حر مش قادر اشتغل، هصرف من اللي انا اشتغلت بيه امبارح، وانا كده النهارده ما اشتغلتش، انا كده خسرت النهارده. لو انت كنت مسافر انت عليك اقامه وعليك مصاريف وعليك حاجاتك، لو انت في البلد عليك ملتزمات بيتك وعليك مصاريفك وعليك حاجات مطلوبه منك. فانا برجح وبشجع موضوع التجاره، تاجر في اي حاجه هتدخلك دخل كويس جنب شغلك وانت مش هتخسر حاجه، وفي نفس الوقت انت مرتاح جسديا ومش تعب نفسك. انا بشغل دماغي شويه، وربنا سبحانه وتعالى عطينا كل اعضاء جسمنا عشان خاطر نستخدمها ونشغلها في حاجه صح. فكر واشتغل وشوف الحاجه اللي تمشي معاك، شوف الحاجه اللي ينفع تبيعها على النت. احنا حاليا داخلين على 2024 والعالم عامل زي ما يكون في معركه،
طبعا التوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا، في ناس بتسعى كتير جدا وللاسف ما بيكونش فيه توفيق، بس انت من جواك راضي باللي انت بتعمله والسعي اللي انت بتسعاه. فوالله كل فيديو انا بعمله بكون هدفي من الفيديو اللي انا اخليك تعرف تفكر في حاجه كويسه، وانا مش بقول لك كلام محدش قاله في العالم، لا انا بقول لك كلام ممكن يكون ناس كتير بتقوله، بس انا بحاول اكرره لك بطريقه تانية ومكان تاني، وممكن تكون ما شفتوش عند حد تاني شفته عندي. فانا عايزك تكون ناجح، ان في الايام اللي احنا فيها محدش بينفع حد، ان ما كنتش تنفع نفسك محدش هينفعك ولا حد هيقف معاك. بالتوفيق لكل شاب، بالتوفيق لنا كلنا، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم، اشوفكم على خير، سلام.